أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت درس 34 من دروس شرح موطأ الإمام مالك. الصيف مثلا نبدأ نشرح للحديث 144 بعد الدرس السابق اللي تحدثنا عن بعض الأحكام الفقهية للأذان، ما جاء في النداء للصلاة، وكذلك بينا وقرأنا وشرحنا بعض الأحاديث المتعلقة بفضل النداء للصلاة. أذكركم سادتي بأنه لا أحاديث كثيرة في الحقيقة، اختار منها بعض الأحاديث، منها الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذن يغفر له مدى صوته. ونرفض الأذان ذس يعفو ربي أن دي صوت الصوتيس، يعني الله يبارك ذي الفضل ذا القرآن. ويصدقه كل رطب ويابس، يعني المقصود بذلك يشهد له، معناه ويستغفر له أن دي بالصوت، أما ذا زرو، أما ذا الطجرة، أما ذا الحشيش، أما ذا الرمل، أما ذا الذرار، أما ذا بنادم، أما ذا الحيوان، أن دي وذاك الصوتيس وكذاكي أد الشهدن إنسا أصفاذر أد الشهدن فلاس يعني الهان، وذا أظلفن العفو ربي سبحانه ويستغفرون له باش ننظر ذا شو الفضل. وكيف باب التذكير نبوي حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أبو داود وغيره والترمذي وغيرهما. أشدنا إن النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، ما ننزل في الإمام سواء ما كان سال يجيد النظر، لا نكبر حتى يكبر، لا نركع حتى يركع، لا نسجد حتى يسجد إلى آخره. لذلك يسأل حديث يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ونزميرا نركع لما يركع، ونزميرا نسلم لما يسلم إلى آخره. الإمام ضامن ولكن مؤذن مؤتمن، ونتدنن مؤتمن في الوقت. ربي ناد ذي القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صافي من يرعى هذا الوقت هو المؤذن من سريع السنة. لذلك المفروض المؤذن هو أحرص الناس على الوقت، الزمن. أنت يبغي لا ساعة كل شغل عادي، ولكن دائما تفضل سوالي الساعة باش كاين ساعة. والأذان ما كنزهر من الفضل اسم قر وزيد هو مؤتمن. إذا كان يدن قبل صافي يبغي الغشي في كل ماشي كنتظلي في في رمضان، هي كان يدن قبل المغرب. نعم. ثقي لا نعم، من فقه الإمام، معلش يعني سؤال مهم بارك الله فيك. من فقه الإمام أنه هو الذي يتقدم، لازم يدير حساباته، ضامن. مثلا إذا كان أنت تصلي بنا إمام مثلا، تقول الله أكبر حتى تمشي، يعني ماشي ممكن تقول الله أكبر، واحد منا يدير شوية لافيتاس يسرع يسبقك. والحديث يناد: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا يكون الإمام يتأخر دي السجود، أدي الله أكبر يكون ثقيل يعني ديجا كان يسبقوه. صافي دائما هو يسبق، يخلي كان فيد يعني الفراغ اللي يسبق هو المأمومين باش يعطون فرصة باش يلتحقون به، باش يلحقوه إن شاء الله. والحديث واضح: إنما جعل الإمام ليؤتم به إن شاء الله. الأسئلة نخليوها إن شاء الله إذا كان بقى في الأخير. فقط هذه أمور شرحناها المرة اللي فاتت، فقط يعني من باب الإعادة خفيفة باش ندخلوا في شرح الأحاديث.
وحديث أبي هريرة يدين النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، هذا أيضا ذكره بعد حين إن شاء الله تعالى. وذكرنا أيضا حديث معاوية عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن، قال كنا جالسين مع معاوية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، إن هيك جاءه المؤذن، جاء المؤذن نتاعو، جاء المؤذن يدعوه إلى الصلاة باش يقول له أروح نصلي. فقال معاوية واش قال؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليغ سيدنا عليه الصلاة والسلام يناد المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والإمام ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. والندى شو المعنى المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ في الحقيقة كاين عدة معاني باختصار. المعنى الأول أنه تطول أعناقهم فلا ينالهم الكرب ولا العرق. على بالكم يوم القيامة العرق كل واحد على حسب الذنوب نتاعو، تدنو الشمس منا كل واحد واش صافي معناها. واحد كيكون عنده العنق نتاعو طويله معناه ما يغرقش، فهذاك هو اللي غرقاله غزيف وعن قطاس الله يبارك. الا المعنى ويض معنى يتشوفون الى رحمه الله، مادام غزيف فبالتالي يتسوى غزيف يتسوالين اكثر بياض تيطمسن فوق خاطر علي الشمس علي يعني وعن قيقنسن فيتشوفون إلى رحمة الله. إلى المعنى وايض معروف عند العرب مريحين فلان يعني عنقه طويلة، معناه هو من السادة سيدهم، مريحين فلان سيدهم عليه الشانيس عليه القدريس. تجاك معاني ذكرها يعني العلماء في بيان هذا الحديث. ثم يتمثل نروح مباشرة إلى الحديث رقم 144. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. لازم نعرفوا باللي النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة طبعا قد فرضت الصلاة، ما كانش الأذان هذا اللي نعرفوه احنا، ما كانش. كان الصحابة يقدرون للصلاة، يعني يتحينون لها كما كانوا أجدادنا بكري، ما كان لا الساعة لا كان والو، يشوفوا هكذا ولاو داروا شغل علامات وين تلحق الشمس تلحق المكان هذا معناه دخل الظهر الزوال، وصلت البلاصة هذه معناه دخل العصر وهكذا. وطبعا ما كانش وقت الكتريسيتي ما كانش كذا صافي، يعني حتى بالرؤية يقدروا يشوفوا يسكن المغرب غربت الشمس ولا ماشي كيما درك مع ديك اللي راج مع الدعوة ما تشوفش، تقدرش واحد يقول نشوف إلا مثلا جات الصحراء ولا الأمر بسيط، ولا ندي الصحراء ولا ندير يمكن هكا ولا شريك لي راجو كذا يسهل هذه والي ما يمكن إذا مشات والي أتقام تيزي وزو ثمديث ندير للمغرب ونصرا باش نسلي المدن ألا ما نسلا غير الشيخ الدن وإلا نصرا. في الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام صافي مش خدمنا نساكل الصحابة ولاش الأذان صافي هكا يتحيرون للصلاة، يعني يشوفوا هكا يوض الوقت نور يبضر إلى آخره من المية، يعني ولا غلب على ظنهم بلي يبض الوقت غير الظلم. بعد السيدة عليه الصلاة والسلام أراد يبغى أن يتخذ خشبتين سينو صغار كا يون غزيف يون مزي يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. المهم تخدم من أي الصوت هكا باش تسلم الغاشية ولاش التاويلة مثورة ولاش هكذا. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من إلى آخره مدينة فقال إن هاتين نحو ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل أتؤذن للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك إلى آخره. المهم قصة يعني في أحاديث في هذا الباب كثيرة، نتجاوز هذا الحديث نروح مباشرة إلى الحديث رقم 145. ولكن قبل ذلك
إذا قصر ما يتمثل باللي الحديث كي 144 يساد رقمه في الموطأ 144، ولكن نفس هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان. ذا السفر الإمام الترمذي في باب ما جاء في بدء الأذان مع الحديث أروان تدوياض ماشي كانت الإمام مالك. أدو قول ابن عمر يؤكد ما ذكر، كان المسلمون، ابن عمر يعني مثل عمر بن الخطاب، إن كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة هكا، ليس ينادى لها ولاش النداء ولاش الأذان أجيت وسنتورا، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم، يعني قيمة كهضر من الصحابة لو قاعدين تقنص قارن أنا اتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، أنا 5 ناقوس تمثيلنا النصارى تورد النصارى تقول الكنائس ساعة أنت ناقوستني لاكلوش لاكلوش، يعني الدليل بالله ثان إيوا الظلم إيوا تخدم الناس أو رسم سير أكا. وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، ويقال ذي البوقني أكا شغل المبوضة كنا عقد إلى آخره. المهم عبد الله بن زيد الأنصاري كما يقول ابن عبد البر روى قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الإذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة، والأسانيد في ذلك متواترة وهي من وجوه حسان. أولا قلت دينا إن ثيد ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد كتاب شهير وصاحب كتاب الاستذكار روى قصة عبد الله بن زيد هذه. ذا شنو القصة هذه؟ ثلاثة دينار. نتسيناد عبد الله بن زيد صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، اسمي إولا الصحابة رفضنا غفل، يعني ذا غفل مش السيولة الظليف. أشو دينا؟ اتص إنك طاف بي وأنا نائم رجل، إنك اللي غتصر يسد ورقز ديال المنام يحمل ناقوسا في يده، نسيب بوث ذا غفل إنك يمتصر ورقاغ يون برقز ذي المنام يرفض قفوسيس تناقوس راكلوشاكي في يده. فقلت إناياس غسد المنام يرفض غفل، يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ هناك اللي غاس يا عبد الله ما يزنزل تناقوس وردي المنام يونا يتسوالي ما كنا تسيدت إزمر يتصغى يزنزو ذي المنام. إناس يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ أرقزني الناس يا عبد الله بن زيد لاش تخدم الناقوس تاقي؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، يعني باش الناقوس تاقي راك واشاقي نخدم يس باش هاد السلن مظلة المسلمين هاد الظالم. قال شو السيلة ورقزني في المنام أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ نسمك الشجر ذي المنام سين يفن أخيرا تناقص تاقي. فقلت بلى، يعني فكيت زيغا شو يفن تناقص تاقي، المهم أنكسر فلاقين تزاليف يعني من الأذان الصوت راه وظن سي مزولة باش هذا السن. قال تقول دير المنام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. يبغي يستكل الأذان ديال المنام إلى نهاية الأذان. من بعد تكمل ثم استأخر عني غير بعيد، يعني راح بعيد هكذا شوية. فقال مازال الإقامة تقول إذا قمت إلى الصلاة، فذكر الإقامة كما ذكر نسمعوها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. إناس فذكر الإقامة مفردة وثنى قد قامت الصلاة بدو قد قامت الصلاة نسيت فردين. فلما أصبحت صفية كوين ظهرنا كذي المنامة
فلما أصبحت اسمي ذكر الصبح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما رأيت. خبر النبي صلى الله عليه وسلم سويني ولغ ذي المنام. سبحان الله مقلمك يعني ذا شو يسير النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق، إن يستجيد سارجيث ديث حق ويسيرنا ولا جد النبي صلى الله عليه وسلم. ذا قد فتح لهم بارونتيز يرتشيون نكوني يثمثن ونزميرا نفنو لشغلنا في المنام ماشي ودين غادي يرقو فافاس نو جديس نو عميس السيني ديال المنام نخدمك دغا ديريكت ليكزيكسيون هذيك راك يكون يحبس ولا ما تمشاور ما تخمم بروجي نغاشو كي نرجو ورجال على شباب بدي يقارنوا البروجي نو صغير والو خاطر لا تؤخذ الأحكام من الرؤى والأحلام ماشي نرجع غاث تنطبق خاطر قرنش القبيلي ثيرجع أم ثرجع ثرجع نبومان ثيرجع أم ثرجع فهميد القبيلي ثيرجع أم ثرجع لذلك بلاد ملها كتسيف الشركان سيني لها وخلاص دين الخير ان شاء الله وفرات ما الا تسيني السفقاعا بلاد يدفل كما ورد في السنه على اليسرى جهه اليسرى ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان شاء الله تضره قال في فغلا ولا قال ديكوث ولكن في نفس الوقت سا ميساج باش نفهم باللي ديجا ذي المنام نساكوه في المنام نساكوه تفضيل شهر رمضان سن بوركو كي ربوت وكذا شي كي كذا كي قارن ويا ويسوسوا فوال العشر ما يعشرش تقول له ولدي اتقي الله يقول لك ما انت ربي ما نخافوش انت نخاف منك. هذا الكلام يقوله بعض الناس ربي يهديهم ويهدينا ولكن لا استنيض باللي نكوني نخافوا ولازم نخافوا ربي وكي نخافوا ربي يعطينا الامان ففروا الى الله وربي قال في القران وما يعلم جنود ربك الا هو. ربي عنده جنود parmi الجنود نتاعو الريح parmi الجهود نتاعو الماء طوفان parmi الجهود نتاعو الزلزله كما قلت لكم المره اللي فاتت سورتي اذا كنت سيزيام ايطاج من بعد كيفاه يعني هذه جنود ربي سبحانه نساقوال انا قوى ربي ولكن ذاكي مثلا مما كوشمار يزمر ذي الساقوث بنادم مديك صباح سين الحمد لله همي كي نرجع يوسف ترقيت يا لطيف يا لطيف ذاك كوشمار الصفا الحمد لله همي ماشي تسيدت صافي إذن الإنسان لازم يروح قبالة على ربي سبحانه وفلات هذا ما كان ولكن ذاكي هذا الصحابي الجليل عبد الله بن زيد كي شاف المنام شكون اللي عطى له كونفيرماسيون النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان شي قبل الناس إنها لرؤيا حق ودينا ولا قد النبي عليه الصلاة والسلام الناس إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال اكركز بلال ماشي الشرع يدنم بلال يسعى الصوت لكن إذا غنفهم ما إلا يوني يسعى الصوت نزوري يسعى الحق مفهوم زر كنتك ولا الصدي والمؤذن الله يبارك أذيوي أوليك وذيوي اللاغي الأذان ما شاء الله إلا يوني الصوت الله غالب ثورة ما إلا ولاش علاش ولي يدن ما نفهم اختيار ماذا بك ديري ونسمع الصوت يعني هكا ذاكي هذا نشوف في الحكم الحديث هكا النبي عليه الصلاه والسلام إن يسوي لك يرجل للمنامكي إن يس فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا سؤال ذاكي مثلا قبل كذا بزوغ كنت سقسير شحال يقصى النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين وقال يتسدنن النبي صلى الله عليه وسلم شحال يقول له نسن كان بلال المعروف لان 5 يلقى الناس بلال بن رباح بلال بن الحارثه ويض ابن ام مكتوم هو اسمه عمرو بن ابن ام مكتوم
وقال لك مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. إلى المؤذن المستثنى اسمه أبو محذورة، وقي مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. ويصير ربعة اسمه سعد القرض، سعد القرض. وقي مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام هو مولى عمر بن ياسر، وقي مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في قباء. إلى ويس خمسة اسمه زياد بن الحارث، زياد بن الحارث. صافي ممكن دي سقسيون أشحال يقسع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين استند خمسة ذو جذقي إذ المؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نغال إلى الحديث. إن يس النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به. مع النبي عليه الصلاة والسلام إن يسي عبد الله بن زيد نتسيق ولا ندي المنام أشوم السلامي ولا الأذان سلاياس والسنان ما دام الشيق ولا ندي المنام غادي الشراي يدلم خاطئ. إن يس فقم مع بلال، وبلال بن رباح رضي الله عنه عن جميع الصحابة. إن يس فألقي عليه يعني ما كنلقينه الشريد نتدي تعاود ما رأيت فليؤذن به والذي يرفع النداء فإنه أندى منك صوتا، يعني الصوت العالي. تبارك الله فيك. تجي الفقهاء من الأحكام التي استنبطوها هذه معناه يختار للأذان من هو أندى صوتا، فضلا عن فضله الذي ذكرناه. طبعا عنده فضل وسأذكر وأعيد بعض المعاني في لقاء اليوم. ذاك ثورة عبد الله بن زيد هو يحكي يعني فقمت مع بلال، يعني طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم كراك بلال، فجعلت ألقيه عليه. هو يلقي هذاك الأذان اللي شاف في المنام اللي يسمعه في المنام ويؤذن به، وبلال يؤذن يرفع صوته يرفع النداء. ولكن صارت واحد المفاجأة. قال فسمع عمر بن الخطاب وهو في بيته. عمر بن الخطاب سمع هذا الأذان أول مرة يسمع هذا الأذان إسلايس الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلى آخر الأذان. فسمع عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه. على بالك واحد كيخرج هكذاك بسرعة يرفد كلمة يتسحب الرداء ينس يعني ثوب ينس. هذه كناية عن الإسراع، معناه المغاولة يتسزل عمر بن الخطاب أي غار سبحان الله. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق يا رسول الله، يقول ربي سبحانه رأيت مثل ما أرى أين كسلي غير يتوالي، يعني من تسا مما عمر بن الخطاب رأى أيضا الرؤيا نفسها. ثم يوالى عبد الله بن زيد يوالت له عمر بن الخطاب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال عمر؟ قالوا فلله الحمد. معنى زوج الصحابة شافوا في المنام الرؤيا نفسها. الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وعند أبي داود فنغلب ما ورد عند أبي داود أن عمر كان قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. معناه عمر رأى هذه الرؤيا قبل ما يشوفها عبد الله بن زيد ب20 يوم قبل. هذا في رواية أبي داود. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد خبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تخبرني؟ علاش واش اللي منعك باش تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. معنى
يزوار غرس عبد الله بن زيد، يزوار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. يعني حبيت نقول علاش رويت هذه الرواية، رواية أبي داود، باش نأخذ أيضا الأدب. الأدب في كل ديال النص واحد يحكوا يونو مجال في التاريخ الثورة سيدي صارت سيدي يحكوا فهمتني يعني على واحد خطر العلم وحده لا يكفي، مع العلم الأدب، ما ولاش الأدب الحداقة تصرف كاع. عند العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكبر سنا منه، هو كبير على الرسول في العمر صلى الله عليه وسلم. سقسوها شكون اللي كبير انت ولا الرسول؟ يقدر يقول انا اكبر من الرسول، نورمال عادي، جواب صحيح سوا هو اكبر من الرسول في العمر. لكن جات ثقيله باش يقول انا اكبر من الرسول. تعرف اش قال له؟ قالوا الرسول اكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله. في الحداقه، شوف في الحداقه الانسان اللي حاذق ما كاينش الزاي باش اسيني ان كاين مقرا في الرسول الزاي ان الرسول مقر في الليل المقامس عليه درجه عليه ان كاين لو الغد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لو ميساج رسول نغلا نفهم. لذلك النبي عمر الخطاب ان سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. ذاكي نجيب لكم ما قال ابن عبد البر، هذا قلت لكم من كبار علماء المالكية. ايش كان يقول؟ كان يقول روى قصة عبد الله بن زيد اللي رواها كثير ماشي غير واحد، حتى تلقاوها في الكتب، لذلك قصدت باش نجيبها لكم يا جماعة الخير. واش قال ابن عبد البر؟ روى قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان، يعني ما تظهر الأذان في المدينة المنورة. قلت لكم صلى النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة دون الأذان، فكانوا يقدرون للصلاة فقط. لذلك إذا غفل من بعد تظهر من كيتفرع كما ذكرنا في مقدمة الدرس إن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة والأسانيد في ذلك متواترة. يعني السعدات انتو غربال شكون اللي يتكلم؟ ابن عبد البر، هذا كلامه. قال لك والأسانيد في ذلك متواترة، يعني بلغت درجة القطع، وهي من وجوه حسان. أغلق القوس. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. ثم يا جماعة الخير إذن نعود مباشرة إلى الحديث رقم 145. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحديث هذا شو المعنى إجمالي؟ إنه من مثلام إذا سمعتم النداء. قبل ما نشرح هذا الحديث نقول لكم بلي هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي. وأخرجه الإمام مسلم أيضا في كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن. علاش نقول لكم هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم وابو داود وأحمد باش تعرفوا، وفي نفس الوقت وكأننا رانا نقراو الكتب الأخرى، وكأننا رانا نقراوها. معنى هذه الأحاديث موجودة في الموطأ وموجودة عند غيره، عند البخاري وعند الإمام مسلم وعند أبي داود وعند إلى آخره. في كل مرة نحاول ندير هذه الإشارات. إذن هذا الحديث متفق عليه، لدى البخاري ومسلم رواه الشيخان وغيرهما، ورواه الإمام مالك في الحديث رقم 145. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء. وش نفهموا من هذا الكلام؟
النبوي. إذا سمعتم، كاين إشارات. الإشارة الأولى أن النداء لا بد أن يسمع، بمعنى لازم المؤذن يرفع صوته بالشكل اللي يوصل الأذان الماكسيموم تاع الناس. لذلك بكري نهار اللي ما كانش الميكرو هذا واسمه اللي هو بارلور، كيفاش يدير؟ يطلع فوق المنارة، ولا يطلع بعضهم يطلعوا فوق مكان عالي في الجبل هكذا، الجبل يكون قريب من المسجد، يطلع ثم يأذن الله أكبر باش يبلغ. والفضل سمعتوه من كل يابسة، من كل رطب ويابس يسمع الأذان يشهد له يوم القيامة. معناه يستغفر له، يشهد له ويصدقه. معناه ما السادس المؤذن اني اري رفض الصوتيس اذ يوض السناك، ماشي كان ذا البشر ولا ذا الحيوانات ولا ذي فراخ الجني ولا ذا ما كدنا ذا زرو ذا الرمل ذا الحشيش ذا الطجرة الى اخره. زيد الى المعنى وايض. اذا سمعتم النداء، النداء هو الاذان، هذا هو في الحقيقة شعار الاسلام، أليس كذلك؟ شعار الاسلام. لكل يا جماعة الخير اللي راهم في أوروبا الآن، اللي راهم في الغرب، برمي الهموم اللي عندهم هو هذا. سقسوا أي واحد عايش في الغرب، عايش في كندا، عايش في فرنسا، عايش في أمريكا، عايش، يقول لك والله غير توحشت نسمع الأذان ولا لا. سبحان الله. لذلك احنا في بلادنا وين كاين مسلمين كثير الحمد لله نسمعوا الأذان. يقول لك نعرفوا قيمة النور فضلا، نعرفوا قيمة النعمة كي تروح لنا. من يسين قيمة النعمة ما تروحها وين توحش. شحال المغتربين وكذا اشني والله نتوحش، نشتاق نسلي الأذان ولاش خاطر لا يرفع الأذان. خدم كان داخل يكون يرفع الصوت، لا كان في زوج المدينة الله يبارك في نفس الوقت. ذاكي الدمامية العتيق رزق الشرفاوي، أروح ذاكي مسجد النور السعيدة الزلال كذا حموتان الحي حموتان، يعني الله يبارك رحمة ربي. هذه نعمة جماعة الخير لازم يسمع. والأذان وشعار الإسلام. زيد أيضا يرفع لواء التوحيد. لواء التوحيد معنى أشهد أن لا إله، معناه يا بشر، يا الخلائق، يا المخلوقات، يا الموجودات، يا الجمادات، سمعوا بلا ربي ييون. وكاين معنى آخر أن كل المخلوقات تتناغم وتنسجم مع شعار الإسلام، مع التوحيد. أزرو مريس لا إله إلا الله هو يفرح خاطر نتيز ربي ربيون محمد رسول الله. معناتها أنخلق يون للشون اللغة يقول لي بورطابل خاطر ما ولاش للشون وتتفضل. إذا الشون جالنا أكد وين دي خلق ربي كامل. مي لا الإنسان لا البشر ندي هذا ربي يسمع الأذان ويطفيه. في حين هذاك اللي عايش في بلاد الغربة وكذا كي ما يسمعش الأذان يحس بغربة في غربة، توحش خاطر وليس لنا إلا أنا. وبعض الفقهاء يقولون هكذا نفرق بين دار الإسلام ودار الأخرى بالأذان. طبعا وإن كان نحن نؤمن بأن أرض الله هي أرض الله، والإسلام هو نور الله الذي يجب أن يضيء جميع أرض الله. معناتها ذي الفهم النظر العقيدة النظر نزرب ليه نلقى ربي يكون ربي صافي. والحديثين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ودينا راه كان الأرض نتاع السعودية والجزائر وتونس والمغرب، لا دي كندا كيبيك ناضي عين الحمام كيف أرض عادي. لذلك الدعوة إذا قد صوب كما فعل الصحابة يخدم الفتوحات يغير صوت الإسلام خطر الظلم باللي الإسلام إلى قد يوض الصوت نتاعي مزمرا هكا يوضل الأندلس إسبانيا الأندلس قرطبة شحال الخير ضم القرآن
يبص الفتوحات الإسلامية معنى رفضنت ذا غفل بلا قص وظن دعوة الحق إلى الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقي شرحناه في الحقيقة الدرس اللي فات، أكتفي بها. معنى مثل من المؤذن يؤذن أدينين أشو دي قارنسا دي الأذان وزيد من اللي يوض حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدين حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدين نديروا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. حفظ ده وثيكوال لو قادرنون إنك لا تخلف الميعاد. حتى في بعض التلفزيونات بعض القنوات من في الجزائر بعض ماشي كامل عندها رنون داولاقي إنك لا تخلف الميعاد وقي لم يرد. هو صحيح ولكنه لم يرد. صافي لا قد كان شو دينا النبي عليه الصلاة والسلام نرنو يرى ليزوبسيون غاشو أكل دينا ديني خلاص هذا ما كان. ثورا نروح الحديث رقم 146. حديث 146 ذي الموطأ أخرجه البخاري في كتاب الأذان، يسفر دائما البخاري، وفي باب الاستهان في الأذان. أكيس يخدم باب الاستهان في كتاب الأذان ولكن في باب الاستهان في الأذان. استهان عن القرعة أشرنا إليه في الدرس السابق ولكن الآن نشرحه بأكثر تفصيل. وكذلك أخرجه غيره. أكتفي بهذا. ذا شو دينا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن لو يعلم الناس، ركزوا معي مليحة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ما معنى النداء؟ معنى الأذان. والصف الأول الصف الأول الذي يلي الإمام، ذاك الإمام اللي جاء في الصف الأول ذوا، بعدين الصف الثاني الثالث إلى آخره. صفي لو يعلم إناد ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا معناه اقترعوا الخدمة القرعة باش غادي في النبي عليه الصلاة والسلام الفضل إكسعى سينة الأذان أكذ الصفة مزوار ديال زاليث لو كان نحصو نزر ذا شو الخير يكسعى شو الفضل يكسعى إنا كتنسعى ديال القرعة. قال شكون يفوت تصلي في الصف الأولى وشكون اللي يأذن بالقرعة. من بعد يكمل ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير المقصود به التبكير إلى الصلوات. وقي قول بعض العلماء ولكن كاين الإمام ولكن الإمام الخليل والباجي وغيرهما أخذوا أو حملوا هذا الحديث على ظاهره. واش المقصود داكي؟ معنى الاتيان إلى صلاة الظهر، أي غير صلاة الظهر معنى في أول وقتها، خطر تساقي التهجير مشتق من الهاجرة. الهاجرة المعنى يس شدة الحر بالميتسيلي، ماشي ديال الفجر ماشي صافي ذي وقت الظهر. وقي هذا الكلام معنى التهجير قي لا إلى خلاف بين العلماء في الفهم. لا العلماء دينان كما الإمام الخليل والباجي إن كان المقصود بالتهجير معنى صلاة الظهر الاتيان إلى صلاة الظهر في أول وقتها أخذا بظاهر الكلمة المشتقة من الهاجرة، إذن المقصود بها الظهر. وقي قول الإمام الخليل والإمام الباجي. ولكن باقي العلماء لا، التهجير يعم سائر الصلوات. المراد بالتهجير التبكير إلى الصلوات المكتوبات. ولم اختلاف الفقهاء الله يبارك. معناتها يقارن التهجير
المعنييس دائما أذ يروح بنادم أذ يروح في أول الوقت صيغي لا نروح يكفي زولا ماشي كان تظرف نطور نمسفهم صافي وقي رأي لأني وند شحال مثلا في المنهج نكون كل كلمة تحتمل أكثر من معنى نذكر فيك ولا والو يسعى ماشي والمعنى يسعى أكثر تدريني وإذا كذا المخ باش هذا يخدم المخنغ لأنه الفقه باش المخ أذي يوسع وذي يفهم تمثال وذي يخدموك احتمالات الفهم ثم نغال إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام مدينة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول صفي يهضر في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ذاك السؤال المطروح الهاني هاء الضمير هل تعود إلى الصف الأول وهي آخر مذكور كما هو معروف في الإضافة دائما نقول لك الضمير يعود إلى آخر مذكور مع انتهى أنوي آخر مذكور ذاكي الصف الأول صف القرعة اللي يديروها على الصف الأول رأي من هذا؟ هذا رأي ابن عبد البر وقد الرئيس سبحان الله ولكن نازعه الإمام القرطبي ورأي القرطبي في اعتقادي أقوى من رأي ابن عبد البر أيضا تمام معايا ابن عبد البر ليش يديني تعود الها ضميرك على الصف الأول مع انتهى لا تعود على النداء اللي هو الأذان الاستهامة قلنا القرعة يقسي كان في الصف الأول واش قال ابن عبد البر لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور أشكون أقرب مذكور هو الصف الأول وبعدين يكمل ولا يمكن العدول معنا عنه إلا بدليل سبحان الله شوف القوة نتاع ابن عبد البر القوة الفقهية يخدم الاحتياطي مانيس في قرف اللغة يعود الضمير إلى أقرب مذكور سي لوجيك معقول ولا يمكن صرف ذلك إلى غيره لا يمكن العدول عنه إلا بدليل الإمام القرطبي نازع ابن عبد البر نازعه يعني خالفه إن ياس الضمير يعود على معنى الكلام المتقدم شو الكلام المتقدم؟ النداء والصف الأول يعني الضمير يعود عليهما ويعود إليهما فهمي يا جماعة الخير السين بارك الله فيك صافي لك رأي ابن عبد البر رأي القرطبي في اعتقاد رأي القرطبي أقوى أيغر خاطر القرطبي بيغ الدليل من القرآن سبحان الله شو دينا إليك كقوله تعالى في سورة الفرقان آية 68 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هكذا قال ربي في آية 68 سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره المدينة ربي سبحانه في آية واحدة في آية 68 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ما معنى يفعل ذلك؟ يسكت الضمير ذاك يعود على آخر مذكور يعود إلى الكل بارك الله فيك إذن أنت مع رأي القرطبي ماشي عندك الحق الآية الحكم الأخير ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هذا الحكم الذي ورد في نهاية الآية 68 من سورة الفرقان يستغرق ما ذكر آنفا أين قلنا القبل يشملي في الضمير ذاك وهذا قول القرطبي لذلك نقول لابن عبد البر رحم الله الجميع نقول يا إمام
أنت قلت لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، نتفق معك، ولكن قلت لا يمكن العدول عنه إلا بدليل. هاو دليل، وجدنا الدليل، إذا انتفى واحد وهو المعقول. نعود مرة أخرى نطرح سؤالا طرحناه في المرة السابقة. إذا كان جاء واحد صلاة الجمعة، خيرنا يوم الجمعة، واحد جاء على 11 ومريح ليه متكي ليه، ورخل جاء على 1:04 وجاء حتى نلقى بلاصة هنا، شكون اللي عنده أجر بزاف؟ هذاك اللي حكم الصف الأول جاء على 1:04 ولا هذاك اللي جاء على 11 ونص متكي ليه، يعني مريح ليه؟ عليكم نور. صافي اللي جاء على 11 ونص مريح ليه، هو اللي عنده فضل أكبر من اللي جاء روطار وحكم الصف الأول. يلا ابن عبد البر نرجعوا ليه. علاش كتسمعوا نذكروا بزاف يا جماعة الخير؟ باسكو شاطر، يعني شاطر مليح. في هذه واش قال؟ في هذا النقطة بالذات واش قال؟ الصف الأول وكذا قال لك لا أعلم خلافا أن من بكر جا بكري وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول. أغلق القوس. واضح. ثورة. يلا نكمل فيه ما بقي من دقائق، وبعدين ولو يعلمون ما في التهجير، وقد ذكرنا التهجير، ذكرنا قول الإمام الخليل والإمام الباجي، حملوا هذا الفهم على ظاهر النص. كلمة التهجير مشتقة من الهاجرة، مقصود بها التبكير إلى صلاة الظهر هكذا، ولكن باقي الفقهاء قالوا لا، المقصود بالتهجير هنا لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة، معناه صلاة العشاء والصبح، صلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني مشيا على الركبتين واليدين. المقصود هنا بالتهجير هو التبكير إلى الصلوات، ونرجح هذا الفهم لأنه أشمل. الآن نعود إلى الحديث رقم 147. وحدثني عن مالك إلى آخره أن مد البض أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. تسمعوا الأذان وتسمعوا الإقامة، قال لك وأتوها، تسمعوا الإقامة وأتوها وعليكم السكينة. ماشي كنسمعوا قد قامت الصلاة من بعد لا فيتاس وتسمع يجري، لا قصة في الحديث أرشدنا. حديث 147، والحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان، وأخرجه الإمام مسلم أيضا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باش نعرفوا كما قلنا قبل حين ذكر الأحاديث التي وردت في البخاري في الموطأ، وكذلك أخرجها الأئمة منهم البخاري ومسلم وغيرهم. ذا شو سينا الناس كي تسمعوا الإقامة نيش وأنتم فلا تأتوها وأنتم تسعون، معني ما تجوش بالسرعة تمشون بسرعة وتزلثارة، لا نيش وأتوها وعليكم السكينة. روحث بلا عقل، بالسكينة، بالوقار. فما أدركتم فصلوا، يعني إذا أدركتم ركعة زوج ما أدركتم فصلوا. دخلت مع الإمام وقلت لكم يا جماعة الخير الحديث هذا يفيد معنى آخر. ماشي واحد يجي يلقى يقول لك واقيلا راهم في التحية الأخرى يوقف يستنى، إذا نظوا يصلوا الركعة الأخيرة كما في المغرب مثلا سي بون، إذا ما نظوش يستنى كي يسلم الشيخ يبدأ يصلي وحده. لا تدخل عندك أجر حتى تدي الفضل، ما تديش الفضل كما الأولين طبعا، ولكن ثبيض لاجر ذا مقران ولا مثل يقدر والو. أكنس قاعدين الله أكبر تقيمض أكادين التحيات الشيخ السلام عليكم نوض كبر وجيب الصلاة نتاعك كاملة والسلام. ولكن إذا انتبهوا جيدا، هذه لازم بالطابلو باش نشرحوها. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أخرى فاقضوا.
ذاك نسعى رواية فأتموا معناه أكملوا. ذا الرواية فقضوا اللي لحق صلاة المغرب والحق غير ركعة الأخرى وكينوض، هل ترى يجيبها بالجهر ولا يجيبها بالسر؟ فيها خدمة. واللي لحق صلاة العصر الركعة الأخرى هاو كيسلم الشيخ ينوض واش يدير؟ يسكو يبدا من اللور من البداية، يتصور باللي راحوا لثلاث ركعات يجيبهم بالترتيب، معنى الركعة الأولى فاتحة وصورة، وبعدين الركعة الثانية فاتحة وصورة، وبعدين الركعة الثالثة بالفاتحة. كيفاش يدير؟ هنا كاين حسابات بالرياضيات، حسابات دقيقة جدا، ما بقاش الوقت ما قدرش نشرحها بالتفصيل، ولكن نوعدكم بالدرس القادم نقراو كيفاش نطبقوا هذا الحديث والروايات نتاع هذا الحديث، ولكن فيها خدمة. أنا قلت لكم المرة اللي فات معظم المسلمين ما يعرفوش يرقوا صلاتهم، هذا كلام شوية خطير، مي كي تسمعوا الدرس القادم تعرفوا هذا. في كل بيبري كان أبيبري، إذا قال كسا بيبريست مسلم ترى ما نقدرش نشرحه بالتفصيل، فقط اللي يهمني الآن الشرح المجمل يعني سونس جلوبال فقط. فما أدركتم فصلوا معنا، روح السكينة بالسكينة بالوقار، وما فاتكم فأتموا يعني أكملوا. في رواية أخرى فقضوا. فإن أحدكم يعني يلي جاي للصلاة في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، مادام جاء خرج من داره باش يصلي صلاة الجماعة، هاو من الوقت اللي خرج من داره راح صلاة، ماشي حتى يلحق، ماشي المد يبغى الجامعة أثن دي الظليت سقو اسمي ديفا سقو خامس الظليت. نمسها مجموعة الخير لن الأدلة يون الدليل دي الحديث، يون الحديث اللي ظنش قبيلي ما هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جيت باش تصلي صلاة الجماعة عندك النية، عندك الأجر ولو كان ما لحقت حتى ركعة عندك. ماش تقبالي تقارن لك أن يزوروا لي ذا ثوضار أن يزوروا لي ذا ثوضار وليك يزور ذا الظالي ود الحق ضار لي سوء التقدير. سيون بالك الإقامة بين الأذان والإقامة تسعي من 4 ساعات، هي إقامة كان 7 دقائق لا ندري. المهم هذا الحديث ويأتي بعض البيان في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من خلال خاطر لازم نرجعوا لقد نغال ثقي فأتموا فقضوا أدوال الغرس بالتفصيل. ثم الحديثين قالوا بس الحديث 148 حديث جي ذا شو دينا. أبو سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. لماذا سميت البادية بادية؟ لأنه كل شيء فيها باد ظاهر. بقي كان يرصها كذا عندها الغابة عندها بس ما سمي ذراقي مثلا البادية، ماشي البادية تطلق على المنطقة الفيافي والصحاري عندها كل شيء بادين. هذه بدا ديون نولاف مما يبدا ديون ديال الغابة مجرجر مشات ولاف تواضرني قص جوجل تولي لذلك البادية الناس. فإذا كنت في غنمك أو باديتك في شغل المال البادية فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. ند أي غرب يوسف فارفع صوتك بالنداء بيانا لأمور مهمة. الأمر الأول إبرازا لشعار الإسلام، ارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك ديالي. حاجة أخرى أنت يوض صوتك يوك تشهد لك وتستغفر لك كل رطب ويابس ظل الذيور وذي الزران وذي أين الله. إذن فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، ماشي كان ديال الإنسان حتى الجن. وطبعا الجن الله يبارك وانتظرنا في سورة الجن ربي ديناد إن دغر كان الآية سمحين قولوا أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جن ولا إنس ولا شيء يعني تستغرق كل الأشياء كل الموجودات إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله
صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.